السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في فيديو جديد عن creating filters. احنا قلنا المرة اللي فاتت إن كان في ال modify كان في لما بنيجي نعمل hide أو override كان في override by filter. آه، ممكن أو ممكن نجيب الفلترز برضو من خلال VV visibility graphics أو VG أو من خلال view. في فيو هنا فيها هتلاقي filters. هلاقي في هنا أول حاجة في الفلترز في rule based filters وفي selection filters. ال selection filters اللي أنا مثلا أعمل select على الحوائط دي وأعمل save selection، أسميها مثلا صلاح، فأروح على، طب خلينا مثلا نسميها صلاح الدين. أوكي، بعدين هنروح على view. هنلاقي في هنا filters. السلكشن فلترز هلاقي صلاح الدين اهي، هي دي بتبقى السلكشن فلترز. في عندي هنا الرول بيست فلترز ديت. اول حاجة لو انا عاوز اعمل فلتر جديد، بنعمل من هنا من الايقونة دي بتبقى نيو فلتر. هو فكرة الفلتر اصلا ان احنا بنقول للريفت ان احنا نديله قاعدة معينة يقدر يدور بيها. لو جوه القاعدة دي الشروط متحققة في الإليمنتس اللي في الفيو. لو هي جوه الفلتر ماشي يظهرها، لو مش جوه الفلتر هيخفيها أو يتحكم في الفيزيبيليتي بتاعتها. في كمان إن أنا مثلا إحنا كنا بنقول إن أنا ممكن نعمل نيو فلتر من هنا، أو ممكن أعمل مثلا فلتر وول ريد مثلا. وفي هنا الكاتيجوري، فأنا بختار الكاتيجوري. في هنا فلتر لسه الأول في architecture structure mechanical electrical، وفي هنا walls، فهو جاب الاسم walls. وبعد كده هلاقي فيه الرول بيست، هيبقى مثلا أي wall. نختار مثلا الكومنت، لو في comments خليها equal مثلا صلاح، أو خليها red. وبعدين نعمل اوكي. فانا مثلا هختار الحوائط دي واروح على comments واكتب red. تمام، وبعد كده اروح على pv filters واعمل add wall. ندور على الحرف W wall red، نخلي الباترنز هنا solid fill، اختار اللون red. خليها shaded، فلاقيه عمل لما انا ضفت الفلتر راح الحوائط اللي في الكومنتس بتاعتها كلمة ريد راح ملونها بريد. وهكذا ممكن اصلا ان انا اخفيها. لو انا قايل له مثلا اي وول كومنتس بتاعتها فيها كلمة ريد اخفيها لي، فراح جاي من الفيزيبيليتي هنا راح شايل التشيك فيروح خفيها. او ممكن
اخليها هاف تون، فيخليها هاف تون مش باينة قوي. وهكذا. وانا كمان ممكن استخدمها في، مثلا انا بستخدمها عن نفسي في التسليح. ممكن مثلا انا دلوقتي في الرافت عندي تسليح، في الرافت دي عندي تسليح توب وبوتوم واديشنال وهكذا. فانا عاوزه يظهر لي الحديد مثلا البوتوم بس. فعامل آه، عامل بارامتر اسمه بارتيشن. مثلا لو اخترت سيخ حديد، تلاقي فيه هنا في البروبرتيز بتاعته بارتيشن ان هو مش بوتوم اكس، الحديد في اتجاه اكس، وحاطط فلتر في الفيو ان هو اي حاجة مش بوتوم اكس هي اللي تظهر من خلال لو انا مثلا عملت ايديت للفلتر هنا. انا قايل له هنا في الفلتر مسميه آه، هو اسمه الفلتر اسمه مش بوتوم اكس. راح على حرف الام، هلاقيه في خانة الاستراكشر بار. نعمل هايد انشيك ستراكشر بار، والاقي الفلتر من خلال البارامتر اللي هو اس بارتيشن، واي حاجة doesn't equal مش bottom x هيروح اعمل لها اخفاء. وهكذا بقى ان انا بعمل دوبليكيت للفلتر ده. دي مثلا بوتوم واي، هيبقى هتلاقي الفلتر اسمه مش بوتوم واي، ويبقى نفس النظام في ان هو آه، هيبقى تبع الكاتيجوري بتاعة structure rebar، هيفلتر من خلال اس بارتيشن. واي حاجة doesn't equal مش bottom y هنروح شايلين visibility من قدامها، فمفيش حاجة هتظهر غير المش bottom y. وممكن اعدل في الفلتر ان انا اضيف اكتر من رول، اد رول اد رول اد رول، عشان لو انا عايز اتحكم في اكتر من حاجة ممكن بالظبط برضو ان انا اتحكم في البروجيكشن او السيرفس من اللاينز والباترنز والترانسبيرنسي والهاف تون وهكذا في الاوفر رايدز بتاعتهم. اظن يعني الموضوع سهل في موضوع الفلاتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.